انا بطل الدوري ومفيش راعي معايا. الاهلي جاله فودافون وانا بطل الدوري، بطل الدوري ورايح العب دوري ابطال افريقيا. مفيش حد يسند بنفس كفاءة فودافون مثلا. بس كل اللي اعرفه ان جون ادوارد عمل كل حاجة يقدر عليها عشان خاطر الزمالك ياخد الدوري ده. انا اخلي الراجل يقدم استقالته بعد ما خليت الزمالك ماشي على خط الصح بنسبة حتى 40%. انا السنة اللي فاتت من اسوأ المواسم اللي عدت عليا، عرفت اخد الدوري، عرفت اروح افريقيا، ماشي، عرفت اخليك تروح الكونفدراليه اللي ما رحتهاش من 2000 وكام 16. انت كزمالك ولا كمحمود وفا ولا كلجنه تحكيم ليه فين الكلام ده كله؟ انا مين وقف معايا؟ معلش، كل الناس واقفه معاك. مين وقف معايا؟ انت الحد الوحيد اللي بيحاربك هو نادي الزمالك. ايوه مشاكلك. لا انا عارف ان مشاكل اللي مفيش حد بيحاربك. مين حل لي مشكله داخل نادي الزمالك؟ مين صدر لك ازمه؟ مين حل لي المشكله؟ سواء كانت مشكله القيد، ماشي، او كانت مشكله لاي لاعب عايز يمشي عشان خاطر ما خدش مستحقاته. كل الازمات اللي بيمر بيها نادي الزمالك هو اللي صدرها لنفسه. انا قدرت اللي صدرتها ليه؟ بس خلاص، يبقى ما تقولش حدش. أيوه. حدش وقف معاك. ماشي. كل الناس واقفه معاك. لا مفيش حد واقف مين واقف معايا؟ مين اللي واقف معايا؟ انا بطل الدوري ومفيش راعي معايا. يعني انا الاهلي جاله فودافون، انت عارف يعني ايه؟ وانا بطل الدوري ورايح العب دوري ابطال افريقيا. مفيش حد يسند بنفس كفاءة فودافون مثلا. شايف المشكله دي فين؟ انا ما اعرفش. عدم ثقه. لا ده يا ريتها عدم ثقه. هو كده انا مع اي حد بيقلل او بيفكر انه يتكلم على مجلس اداره نادي الزمالك ولو بنسبه 1%. ده افشل مجلس اداري جه في تاريخ نادي الزمالك. انا بشجع الزمالك بقالي 15 سنه، عمري ما شفت نادي الزمالك في اللي هو فيه ده. عمري ما شفته. انت بطل الدوري 17 لا ده بطل الدوري ده، دي قصه جمهور، دي قصتنا احنا بعد كرم ربنا سبحانه وتعالى. دي قصتنا احنا ده بصوتنا احنا، ده بصوتنا ومجهودنا، ثم يعني كرم ربنا سبحانه وتعالى ده اولا، ثم صوتنا، ثم شويه لعيبه رجاله كانوا عارفين قيمه تيشيرت نادي الزمالك كويس قوي. من اول واحد، من اول حارس المرمى لحد راس الحربه، كلهم كانوا عارفين قيمه تيشيرت نادي الزمالك. انا مفيش حد من لعيبتي اقدر اقلل منه، سواء كان على الدكه او سواء كان اساسي. انا لعيبتي كلها رجاله. انا بادئ الموسم من غير صفقات وهطلع لعيبه من الناشئين وانا مش خايف. مين اللي عمل المشاكل دي لنفسه؟ مجلس اداره نادي الزمالك الحالي ولا السابق؟ الحالي. حسبي الله ونعم الوكيل في حسين لبيب بقى. سؤال، انت شايف ان نادي ده يا راجل ده احنا الموسم اللي فات هي مشيت. انا ما اعرفش اللي كان بيحصل جوه نادي الزمالك، بس كل اللي اعرفه ان جون ادوارد عمل كل حاجه يقدر عليها عشان خاطر الزمالك ياخد الدوري ده. مش ممكن يكون ده غير صحيح خالص؟ يعني مجلس الاداره بيقول لك هو الراجل متمسك بمدرب اجنبي وانا متمسك بمعتمد جمال. كلامك صحيح جدا. انت شايف ان معتمد جمال؟ انا مع كابتن معتمد جمال ده حبيبي. طيب انت شايف ان هو الراجل جون ادوارد ان انت بتدافع عنه كابتن معتمد جمال؟ انا فاهم. او جون ادوارد اتكلم في نقطه. انا في نهائي الكونفدراليه عملت ايه؟ انا نزلت خايف على ارضي وسط جمهور، نزلت خايف، خسرت. ما هو ده طبيعي، بتلعب برضه بفرقه. انا عارف طبيعي. انا عارف مدرب اجنبي عارف ان انا اللعيبه بالنسبه له اللياقه البدنيه عندها رقم 1، فهتستحمل ضغط المباريات عادي جدا. ما عندوش حاجه اسمها خوف بقى، ما عندوش حاجه اسمها هو اتمسك بالفكره دي. انا اخلي الراجل يقدم استقالته بعد ما خليت الزمالك ماشي على خط صح بنسبه حتى 40%.